كان عايش لوحده في مزرعة بعيدة، بس محدش كان يعرف إن جواه مقبرة للبشر. المكان كله صامت، حتى الهوا تحسه تقيل. ريحة غريبة مالية الجو، ريحة موت. ولما البوليس دخل البيت ده سنة 1957 ما كانوش عارفين إنهم داخلين جهنم على الأرض. الكراسي متغطية بجلد بني غريب، الأباجورات معمولة من جلد بشري، وفي الحيطان وجوه متعلقة كأنها أقنعة. ولما فتشوا القبو لقوا جماجم مترصة زي الكؤوس، وأجزاء من أجسام بشرية محطوطة في برطمانات. الراجل ده اسمه إد جين، كان بيحفر قبور الستات وياخد أجزاء من أجسامهم علشان يصنع بدلة جلد يلبسها. ولما سألوه ليه، قال بكل برود: كنت عايز أحس إني بقيت أمي من تاني. القصة دي كانت ورا أفلام زي Silence of the Lambs ومجزرة تكساس، بس اللي عمله إد جين الحقيقي كان أبشع من أي فيلم رعب في التاريخ. لو لسه سمعني لحد دلوقتي يبقى قلبك جامد فعلا. اعمل لايك واشترك واستعد، الجاي أبشع بكتير.